اهو مش حارمينكم من حاجه. ما ينفعش موسم البلح يعدي من غير ما نعمل العجوه. لا احلى حشوات. لا عايزين الطريقه كملوا بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خاتم المرسلين. ما ينفعش طبعا يعدي موسم البلح من غير ما نعمل الطريقه دي. الطريقه سهله وبسيطه جدا، ما بتاخدش مننا حاجه، مكونات كتير، هي البلح مش اكتر. بلح هنغسله وهننضفه من القشر والنوى. بصوا احنا عايزين البلحيه تكون حلوه كده، يعني محمله بمعنى اصح. هنعمل عجوه. العجوه في البيت انضف بكتير بكتير، كفايه ان احنا ضامنين نظافتها. وكمان اوفر في نفس الوقت يعني. والبلح دلوقتي مش سعره مش غالي قوي ومتوفر. الطريقه دي ممكن نخزنه بيها، يعني ممكن نقشره كده ونشيل النوى ونخزنه، وممكن نشيله زي ما هو بقشره ونطلعه وقت الاستخدام، يا دوبك نغسله ونطلع البذر منه وخلاص على كده. هنعمل العجوه بقى. هنا معانا 2 كيلو بلح. بلح ما شاء الله البلحيه تكون حلوه محمله معانا. هننضفه ونغسله كويس جدا، ما يكونش فيه قشر نهائي. نخلي طبق فيه ميه جنبنا واحنا بنفصص البلح يعني، علشان ما يبقاش فيه قشر. بصوا يبقى زي كده. هنجيبه بقى في صينيه تكون ناشفه كويس قوي، وهنحط البلح. احنا عايزين البلح يبقى متفرط خالص، ما يبقاش فوق بعضه. تمام. هنفرده كده اهو. خلاص فردنا كل الكميه. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا ما ينفعش نحط البلح فوق بعضه، احنا عايزينه متفرط كده. ما ينفعش بلحه فوق التانية. هنحطه كده زي ما انتم شايفين، وهنسيبه 4 ايام في الشمس، وهنغطي عليه بشاش ابيض علشان خاطر الدبان وكده. بس لازم يتحط في مكان فيه شمس علشان ما يحمضش مننا وفي نفس الوقت يجف. وهقول لكم هنعمل ايه تاني. اهو غطيت عليه بشاش ابيض، هحطه في الشمس لمده 4 ايام او 5 ايام ونقلبه برده في نفس الوقت علشان يجف معانا. التغطيه هنا مهمه علشان خاطر الدبان، واحنا عاملينه في البيت عشان خاطر النظافه. تمام. فلازم يبقى نضيف في البيت، احنا ما نضمنش اللي بره معمول ازاي. البلح اهو معانا اهو، هغطي عليه وهحطه في الشمس. وهو بعد ما البلح نشف معانا قعد 5 ايام، بصوا البلحه جفت ازاي. هو ده اللي احنا عايزينه. بصوا شكله بقى عامل ازاي. هنا بقى دور الاموره الحلوه دي المفرمه. علشان نعمل العجوه محتاجين مفرمه، اي مفرمه، مفرمه الكحك والبسكويت او المفرمه الكهرباء العاديه. تمام. اهو حطيناها في المفرمه. بصوا اهي العجوه نازله معانا اهي. هنعمل الكميه كده بنفس الطريقه دي. بصوا انا عايزه اوريكم شكلها. بصوا بتتلم اهي. لو عايزه وش تاني بنديها، بس هي طريه جدا وحلوه جدا. هخلص. بصوا العجوه بتاعتنا عامله ازاي اهي. هخلص كل الكميه واوريها لكم انا معاكم خطوه خطوه. بصوا نضيفه وفاتحه ازاي، حلوه جدا اهي. خلصنا الفرن. بس لما بنيجي نشكلها بندهن ايدينا زيت ونلمها زي كده. بصوا شايفين، من 2 كيلو بلح عملنا كيلو عجوه. كيلو العجوه دلوقتي بيوصل ل 50 و60 جنيه. انا ما كلفنيش غير 30 جنيه وانضف بكتير. بصوا عامله ازاي. بصوا عجوه طريه جدا تنفع لاي حشوه، كفايه ان هي نظيفه ومعموله في البيت. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. الطريقه دي انا جايباها من حد اصلا ما شاء الله، يعني هم اصلا خبره في العجوه من زمان. فجربوها ان شاء الله تعجبكم. انضف واوفر بكتير. اعملوا بقى حشوات، اعملوا قراقيش، اعملوا قرص بعجوه. والف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.